مين عاوز مصر تتقدم في الرياضة او الكرة عامة؟ تعجبني، تعجبني لو شوف ده حصل. احنا مش هنتقدم خطوة في الكورة ولا في الكورة عامة، سيبك من الرياضة. في الكورة وبالذات في المنتخبات، تعجبني لو تقدمنا خطوة. عشان كل واحد بيبص لمصلحته، محدش بيبص لمصلحة المنتخب، محدش بيبص لمصلحة مصر. كل واحد بيبص لمصلحته الشخصية، مش كلاعب، لا، الناس اللي فوق شوية كمدربين وإداريين ونجوم قدماء وكده يعني. لما يطلع الكابتن عصام الحضري مدرب الحراس بتاع المنتخب الثاني، ويطلع الكابتن احمد حسن مدير المنتخب الثاني، ويرمي كلام على حسام حسن، يبقى انت عاوز الكرة تنجح؟ انت منتظر نجاح للكرة في مصر؟ والله ما هتنجح، والله ما هتشوف نجاح. احنا ناس ما لناش خير في بعض، كل واحد عاوز لنفسه. يعني ده كله عشان كابتن عصام الحضري كان عاوز يروح مدرب منتخب مصر، مدرب حراس. طبعا حسام حسن ما رضيش ياخده لما جه المنتخب. احمد حسن كان عاوز يبقى المدير بتاع المنتخب، وكابتن حسام حسن ما رضيش. كابتن حسام حسن جاب ابراهيم حسن اخوه، واللي دايما بيروح معاه، يعني حاجه مش جديده، ده بيروح معاه اي مكان. طيب شغل النسوان والتلقيح بتاع النسوان ده ليه؟ يعني كابتن زي عصام الحضري يلقح على كابتن حسام حسن المدرب بتاع منتخب مصر؟ انت عارف يعني ايه مدرب منتخب مصر؟ يعني ده في يده حلم ملايين المصريين. كم مليون مصري في يد حسام حسن؟ بدل ما ندعموه وبدل ما نوقف معاه، لا، احنا لازم نطلع نرمي عليه. يا كابتن عصام الحضري، انت اول واحد باد منتخب مصر لما كنت مدرب، اول ما جالك قرشين حلوين. لما كنت مدرب منتخب الأولمبي، مدرب الحراسة بتاع منتخب الأولمبي، اول ما كوبر بعت لك ساعة ما كنتوا بتدربوا سوريا، الفلوس خلتك سبت المنتخب ومشيت. رغم كده رجعوه. اي نعم، يعني حسام حسن ده لو مدرب تاني كانت الناس كلها وقفت معاه، الوزير نفسه كان واقف معاه، بس حسام حسن عشان ذكر ما حدش عاوز يوقف معاه. مش عاجب الوزير، مش عاجب هاني ابو ريده. يعني الناس دي مستنيه غلطه لحسام حسن. اول ماتش هيخسر حسام حسن هيبقى بره المنتخب، انا قاعد وانت قاعد، عشان هم اصلا مش عاوزينه، مستنيين له الفرصه. بقول لك الحاجه الوحيده اللي تخلي حسام حسن يقعد في المنتخب ان هو يكسب افريقيا. ده انت جبت مدربين الدنيا يا راجل اجانب، وكلهم خدوا فرص، ما فيش واحد كسب افريقيا. جيت عند المنتخب المصري اللي لو ان شاء الله هيوصلك كاس عالم، وان شاء الله هياخد بطوله افريقيا. حسام حسن قادر ان هو ياخد بطوله افريقيا، واقف له على الفرصه الواحده او على الغلطه الواحده. لينا احنا ما فيش خير في بعضينا يعني. والله العظيم لو احنا عندنا اداره صح وناس باكي على منتخب مصر ومصلحه البلد، كان على طول عصام الحضري واحمد حسن بره المنتخب الثاني، ما كانوش يمسكوا مناصب. المفروض على طول كنتوا مشيتوهم. بس كل واحد ليه غرض شخصي، ما حدش همه مصلحة البلد ولا مصلحة المنتخب.